سقوط مدوي للاهلي في بريتوريا، الاهلي يهدر اماله باقدام لاعيبته، مسؤوليه لجنه التخطيط في خساره الاهلي، لعيبه عالة على تيشيرت النادي الاهلي، كولر لا يتحمل النتيجه لوحده. هنتكلم عن سقوط الاهلي المدوي بخماسيه في بريتوريا قدام صن داونز، وتقريبا شبه خروجه من دوري ابطال افريقيا في حلقه جديده مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة مع الباش لعيب. كان باين من الدقايق الاولى ان خماسية صن داونز الشهيرة في مرمى الاهلي لاحت في الافق، كان باين من الدقايق الاولى ان في لعيبة كتير مش في مستواها، كان باين من الدقايق الاولى ان الاهلي هيعاني جدا قدام صن داونز في بريتوريا، كان باين من الدقايق الاولى ان كل الفريق حتى المدرب بتاعه بره الفورمة وبره تركيزهم. حاجة غريبة جدا حصلت في ملعب المباراة ومن الدقايق الأولى، وزي ما قلنا من حلقتين فاتوا إن اللعيبة اللي كانت بتلعب في الملعب دي كان لازم تتعاقب من بدري من بعد خسارة الهلال في الملعب الجوهرة الزرقاء. كان في مشكلة كبيرة في خط دفاع الأهلي وخط نصه، وكان في استهتار كبير قوي من مجلس الإدارة في معاقبة اللعيبة المستهترة المستهينة بتيشيرت النادي الأهلي وشعاره اللي أقل بكتير من إن هي تلبس تيشيرت بيحمل شعار النادي الأهلي، اعظم نادي في الكون واعظم نادي في افريقيا. شعار كبير قوي ومسؤوليه كبيره كل لاعب يتحملها، لكن خذلوا جمهورهم وخذلوا نفسهم وخذلوا الاداره وخذلوا مصر بحالها. كولر ابتدى المباراه بخطه لعب 4-3-3 اللي تتحول في بعض الاوقات ل 3-4-3 بنزول حمدي فتحي بين الاثنين السردباكات ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، وده اللي بين قوي مشكله في خط نص الاهلي اللي كان فيه جاب كبير وفيه مسافات كبيره قوي ما بين خطوطه، خاصه من الناحيه اليمين اللي كان بيلعب فيها محمد هاني وكان بيغطي معاه بيرسي تاو وكمان اليو ديانج، ووجود اليو ديانج نفسه كان نقطه ضعف في خط نص الاهلي اللي بيتحمل مسؤوليه الثلاث اهداف اللي جم في النادي الاهلي في الشوط الاول. ماكوينا مدرب صن داونز استغل الارتباك اللي موجود في الجبهه اليمنى بتاع النادي الاهلي وقدر ان هو يضغط على الاثنين لعيبه دول سواء هاني او اليو ديانج، وقدر ان هو يحرز هدف شبيه قوي بجون صن داونز بتاع التعادل في ملعب السلام في القاهره، جون نسخه بالكربون، لعيب بيشوط وسط 8 لعيبه وسط حصار اهلاوي غير فعال. يعني الاهلي حاطط ستاره قدام اللعيب اللي بيشوط، ستاره غير فعاله، لعيب بيشوط من على حدود منطقه الجزاء وبيجيب جون في الدقيقه الثالثه. ورغم ان الظروف اتاحت لك الفرصه ان انت ترجع في المباراه، ورغم ان كولر ولاعيبته عارفين نقطه ضعف صن داونز كويس جدا دفاعيا، وهي ان خط دفاع صن داونز عنده مشكله وعنده ارتباك كبير في ان هو يمرر الكوره من تحت، وعنده مشكله في الضغط المتقدم اللي بيبقى على لعيبته، لكن لعيبه الاهلي اجلوا الحل ده لبعد ما دخل فيهم جون، وقدر بيرسي تاو من كوره ضغط فيها بشكل كبير قوي هو واحمد القندوسي ومحمد شريف على دفاع صن داونز ان هم يقطعوا الكوره ويجيبوا جون في الدقيقه 13، وبقت النتيجه 1-1. وكانت لعيبه الاهلي بقى بتلعب بقى لها تقريبا ربع ساعه في الملعب، يعني دخلت في اجواء المباراه وتعودت كمان على درجه الحراره والرطوبه اللي كانت موجوده في الملعب، وكان منتظر بشكل كبير قوي اداء مختلف بعد هدف التعادل بتاع محمد شريف. لكن اللي حصل استمرار للاخطاء اللي موجوده في خط دفاع الاهلي مستمر، وكرة عرضية خطأ في ان هي تطلع بالشكل ده من علي معلول. علي معلول المفروض يطلع الكرة على جنب من الجناب، ما يطلعهاش في نص الملعب زي ما طلعها. خطأ كمان من ياسر ابراهيم، المفروض ان انت وانت طالع تلعب الكرة بدماغك، لازم تضمن ان انت تاخدها. خطأ كمان من طاهر محمد طاهر اللي ما طلعش عشان خاطر يخلي اللعيب اللي وراه من لعيبه صن داونز في موقف تسلل، ويجي الجون الثاني عكس توقعات المباراه تماما. وتحس ان الجون الثاني ده كان نقطه تحول في المباراه، لان لعيبه الاهلي بعد الجون الثاني استسلموا تماما لفرقه صن داونز، ما كانش فيه اي محاولات على مرمى صن داونز غير من اللعيب الوحيد الراجل في الملعب اللي كان بيلعب برجوله وكان بيلعب بضغط كبير على فريقه القديم الجنوب افريقي بيرسي تاو، هو الوحيد اللي كان بيشكل خطوره على مرمى صن داونز في الشوط الاولاني من ناحيه انطلاقاته من الجبهه اليمين للنادي الاهلي، او كمان مراوغاته ومهارته في ان هو يعدي من 1 و2، وعمل اكتر من تسديده واكتر من فرصه لوحده
على مرمى صن داونز. الجون الثالث بقى فضيحه، فضيحه بمعنى كلمه فضيحه، اداء كارثي من كل خط دفاع ونص الاهلي بما فيهم حارس المرمى محمد الشناوي، اللي لغايه امتى هنفضل نتحمل اخطائه؟ لغايه امتى محمد الشناوي وقت ما بنحتاج قائد في الملعب ما بيبقاش موجود؟ لغايه امتى هنفضل مستحملين عدم وجود حارس بديل قوي لمحمد الشناوي رغم مطالبه كل المدربين اللي جم على الاهلي في مر السنتين اللي فاتوا لحارس قوي يبقى بديل لمحمد الشناوي، عشان لما يغلط الاقي حارس بديل يقعده دكه، الاقي حارس بينافس محمد الشناوي عشان خاطر ما يقلش مستواه. لغايه امتى جماهير النادي الاهلي هتفضل مستحمله ده؟ لغايه امتى الاداره هتفضل ساكته على ده؟ الشناوي ضحى عشان الاهلي اوكي، بس مش عشان خاطر تضحيته الفرقه كلها تضيع، مش عشان خاطر تضحيته احنا كجمهور نستحمل اللي بيحصل في الملعب من اخطاء كارثيه من محمد الشناوي. الكوره ابتدت عند اليو ديانج اللي اتاخر كتير قوي في انه يضغط على اللعيب اللي بيشوط، كوره نفس اللي بالكربون جون الوداد المغربي في نهائي بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، كوره بالكربون وتسديده نفس التسديده، ومحمد الشناوي ما حاولش حتى ان هو يطلع الكوره، واقف بيتفرج عليها كانه من بنها. حاجه غريبه جدا من محمد الشناوي. فين دورك كقائد في الملعب؟ فين حتى لو انت غلطت تحاول ان انت تصحح اخطائك؟ مفيش. محمد الشناوي تقريبا وجوده في الملعب زي عدمه. بعد انتهاء الشوط الاولاني بنتيجه كبيره جدا على الاهلي وجمهوره بان هو يستقبل 3 اهداف في شوط واحد بس، نزل مارسيل كولر الشوط الثاني وابتدى يغير في خطة لعبه وابتدى يلعب ب 4-3-3 وغير قاعدة المثلث اللي كانت موجودة ناحية دفاع الأهلي متمثلة في حمدي فتحي واليو ديانج، وخلى اللي ناحية دفاع النادي الأهلي راس مثلث في وجود اليو ديانج، والقاعدة تبقى في ناحيه هجوم النادي الاهلي بحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشه، وكمان نزول احمد عبد القادر مكان طاهر محمد طاهر اللي كان وجوده في الملعب تقريبا صفر. طاهر محمد طاهر ما شفنالوش ولا احتكاك بالكوره طوال الشوط اللي لعبه. طاهر محمد طاهر ما كانش موجود في التغطيه العكسيه، طاهر محمد طاهر ما كانش ليه اي اختراق هجومي او حتى ضغط امامي مع اللعيبه اللي كانت بتلعب قدام سواء احمد القندوسي او بيرسي تاو او حتى محمد شريف. فكان الطبيعي خروج محمد طاهر ونزول احمد عبد القادر اللي ما فرقش كتير عن طاهر وكان ملوش تاثير كبير في الشوط الثاني. مكوينة مدرب سان داونز ابتدى يغير طريقه لعبه من 3-4-3 ل 4-3-3 بالاعتماد على 2 قلبين دفاع، وابتدى يلعب زون ديفنس ويعتمد على الهجمات المرتده ويسيب الاستحواذ للاهلي عشان خاطر يبقى فيه مساحات كبيره قوي ورا خط دفاع النادي الاهلي. وطبعا زي ما قلنا ان كان في مشكله في خط نص الاهلي من التغطيه سواء من اليو ديانج او من حمدي فتحي، ورغم كده الاهلي قدر ان هو يحرز هدف عن طريق مهاره كبيره قوي من بيرسي تاو اللي زي ما قلنا هو رجل المباراه وارجل واحد من لعيبه النادي الاهلي، عن طريق مهاره مميزه منه من الناحيه اليمين بيعدي ويجيب جون الثاني. وابتدينا نحس لما النتيجه كانت 3-2 ان الاهلي ممكن يرجع في الجيم، الا ان لاعيبته برضه خذلوا جمهورهم وخذلوا مدربهم وخذلوا ادارتهم بالاستسهال، وان هم ما عندهمش روح الفانيلا الحمراء اللي كانت دايما ما تميز لعيبه النادي الاهلي. وشفنا اخطاء دفاعيه كارثيه متمثله في نص الملعب، وده اللي يبين لك ان اليو ديانج كان نقطه ضعف كبيره قوي في نص ملعب الاهلي. في الجون الرابع والجون الخامس كره بالكربون، اليو ديانج بيسيب اللعيب اللي معاه الكره يستلم ويباصي ويلف من وراه، ولعيبه النادي الاهلي بخط الدفاع ما عندهمش ان هم فكره ان هم يقطعوا الكوره، ولو ما عرفوش يقطعوها يعملوا فاول تكتيكي عشان يعطلوا اللعب، ما عندهمش ده. وبالتالي الاهلي يجي في الجون الرابع والجون الخامس وتبقى فضيحه علنيه، والخماسيه تتكرر في ملعب بروتوريا قدام سان داونز، ولا يتحمل المسؤوليه مارسيل كولر لوحده، اللي بيتحمل المسؤوليه الاداره، اللي بيتحمل المسؤوليه الكابتن سيد عبد الحفيظ ممثل الاداره في الجهاز الفني، اللي بيتحمل المسؤوليه لجنه التخبيط اللي بيقولوا عليها التخطيط. دول اللي بيتحملوا المسؤوليه. ما تشيلوش الليله لمارسيل كولر لوحده. مارسيل كولر طلب تدعيمات في فتره الانتقالات الشتويه، انت ما وفرتلوش اللعيبه اللي هو محتاجهم. مارسيل كولر كان طالب اكتر من مركز، اقتصرت تدعيماتك كلها
على مركز المهاجم، وبرضه ما قدرتش توفر له اللي هو عايزه. اجمالا المسافات اللي كانت موجوده بين خطوط النادي الاهلي ولجنه التخطيط واختياراتها السيئه في اللعيبه اللي جابتها للنادي الاهلي، سواء برونو سافيو او حتى لعيبه موجوده على الدكه ما تتحملش ان هي تلعب وتستحمل ضغوطات النادي الاهلي، عدم وجود لعيبه تنافس اللعيبه اللي شبعت بطولات وقدروا ان هم يلعبوا في كاس العالم 3 مرات متتاليه، عدم وجود قرار قوي من الاداره وعقوبات قاسيه من الاداره بعد تهاون اللعيبه الكبير ده وضياع الدوري سنتين ورا بعض، هو اللي خلانا نشوف لعيبه الاهلي بالاستهتار ده، ويجي فيهم في 3 ماتشات 13 جون تقريبا. ريال مدريد، فلامينجو، صن داونز، حاجه فضيحه بالنسبه للنادي الاهلي، حاجه لازم مجلس الاداره ياخد فيها موقف وقرار قوي، مش من بكره، من النهارده. اللعيبه دي لازم تتعاقب، ولازم معاقبتهم يتم الاعلان عنها، ولازم يصدروهم للجمهور ويسيبوهم للجمهور يفترسهم، لان غير كده لعيبه الاهلي دي مش هتسترجل في الملعب ومش هيحافظوا على الحظوظ الضئيله اللي باقيه للاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. زي ما قلنا الفرصه ضعيفه للاهلي، الاهلي ما قدموش غير ان هو يكسب الماتشين اللي جايين قدام القطن في جروه في الكاميرون، وقدام الهلال في القاهره على استاد القاهره، وكمان صن داونز يحن على الاهلي وما يتغلبش قدام الهلال في ملعب الجوهرة الزرقاء بره ملعبه في السودان، ويتعادل او يغلب الهلال السوداني، ودي فرصة الاهلي بس في ان هو يصعد من دور المجموعات. اول مرة من 2017 الاهلي يعاني ويستنى فرصته في الصعود لدوري المجموعات بايد غيره مش بايده هو. وبس دي كانت كل تعليقاتنا وتحليلاتنا لمباراة الاهلي وصن داونز والخسارة التقيلة على ملعب صن داونز بخماسية. هارد لك لجمهور النادي الاهلي، بس العنصر الوحيد في المنظومة اللي فعلا بيشجع الاهلي بصدق وبيخاف على تيشيرت النادي الاهلي، غير كده مفيش. وننتظر من ادارة النادي الاهلي تحرك بسرعة عشان خاطر نلحق حتى ناخد الدوري السنه دي. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقه تدعمنا بلايك وشير للفيديو، وكمان سبسكرايب للقناه، وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. واستناني في حلقه جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.